عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تدخل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو حجرها. الحجر يعني استاجزات نبرز نبرت مس النبي عليه الصلاة والسلام. تتنبر لز نبرت بوتا مس النبي عليه الصلاة والسلام مس موتو تأتون يا طبيعي. دحريو أبو أميتو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو تقبير كانت تدخل. بعد أبو بكر دفن فيه عمر. دحر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو تدفن. فلما دفن عمر كانت تجمع جلبابها لتدخل الحجرة. رجل ميت الموت سبي كبري، لكن كتأتون كلها حجاب ميرات يعني نبقى زامل. فمن قدوتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحافظ على إيش؟ تحافظ على حجابها. قدوة عائشة دخلت حجابنا. أما من كانت قدوتها غير عائشة من الفاجرات الكافرات اللواتي لا يريدن الله ولا الدار الآخرة، الدنيا الآخرة زي الدليل ولا رب سبحانه وتعالى ليه الدليل قنت. هذه المرأة ستتبع هواها. كم دل ياخذ كيدها، كم دل ياخذ كالدنيا ولا أحد يسأل عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيسأل عنها. رب سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة. فما بالك يا أخي هذه المرأة تسأل عن يوم القيامة. يوم القيامة زخون هو المرأة الرجل ينظر معها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها فقال لها الأمر أعظم من ذلك. كم زي مسلك يا عائشة أفتوانتي مو 5 حجن استرحنك وزاك الله له أنا سد يعني الفات تقبل كل سدة منها نقول لا. ذاك اليوم كل يقول نفسي نفسي. شعور مش من 5 ساعات كثير لا تدرك ولا لأباك ولا لأبنائك ولا لزوجتك. كل ذلك يكون إيش؟ بعيدا عنه. فالأولوية إن جعلته دينا في الحياة فأنت ستعيش حياة سعيدة لأن لك هدف. دحرد أولوية هناك دين كان دحرد أجر كيم هدف سلزلك حياة سعيدة على يعني أنت زبلوا أنت أيلو أبعد هارون مثلا كبعد السودان وغيره من البلدان تري أنا نستي حجاب جرا ربما تلبس حجاب أسود حجاب كسات تشوفينها كل نفسات تشوفينها دخلت كلها كل سبيحة يا أخي الشمس معلقة 50 درجة حرارة. إيش جبرها؟ أنت يندلال أساسا لأن متى كان يستقبلها الله لأن لها هدف. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ورحمه الله جميع علماء المسلمين يلوموا يا شيخ كان ليت دقسا مع التدمولو قال لهم ساعتها بس ما كان ينام الشيخ إلا ساعتين. كان 24 ساعة 3 ساعات راح يدقس يعني تمثل فتاوى لحدد علمي دار الإفتاء نخيد وظيفانات نخوض زنخاءات نخبل شفاعات مزيو حدا الدقائق مزدمر اللي حدا سحف اللي 22 ساعة يقضيه هكذا لمدة كم نخلي من 56 عمد ساعة. قيل له يا شيخ ألا تتعب؟ أي تتعب النخاء؟ قال إن ارتاح القلب إذا ارتاح القلب لن يتعب الجسد. دحر ده قلبي مرتاح كوين أكل كيدك. تخيل كبخة تفليز نبرسل عمتات يمسل نجزاها بس مزكا
ممكن صباح صراحة نقول لك عملوا لي تخوفي كتحدر ولا لا يا أخوان كتعلو تحدر بهر لك أو ممكن بكس لك يا أخي أبي رخيبك يا أخي خليني لأن إيش؟ لأن القلب فإذا ارتاح القلب لا يتعب الجسد فنجعل أولوياتنا ديننا أولوياتنا نحن ديننا نحن غيرنا سنعيش سعداء في الدنيا وسيتبع هذه السعادة سعادة أخرى بأعظم منها في الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا في هذه الدار وفي دار القرار ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وفي أعمارنا وفي علومنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذرارينا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم ارحم هذا الجمع اللهم ارحم هذا الجمع اللهم لا تفرقنا إلا وقد غفرت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت ما قلت فإن أصبت من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نحبكم. بارك الله فيكم.